كل سنة وانتم طيبين. عملنا مع بعض الكحك بمقادير مظبوطة وخطيرة. تعالوا بقى نعمل النهاردة مع بعض البسكوت الخطير، بجد يجنن تحفة. وزي ما انتم شايفين، وهقولك على حاجات كتيرة فيه تخليه يطلع معاكي بالطريقة اللي انت شايفاه فيها دي، وهتاخد طعم يجنن. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونسمي الله ونقول اللهم بارك. شايفة القطمة بتاعته تجنن. أول حاجة معايا 4 أكياس من الفانيليا، ومعايا 4 بيضات، ومعايا كوبايتين من الزبدة بما يعادل نص كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، كوباية من السكر البودر ومعلقتين كبار ونص سكر بودرة تاني، ومعايا كوباية من جوز الهند كامل الدسم طحناه في المطحنة ناعم جدا، ومعلقة ونص من الحليب البودر، و5 كوبايات من الدقيق، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام، ما تكتريش عن ربع المعلقة الصغيرة. هاتي الزبدة بتاعتك كده بدرجة حرارة الغرفة، يعني مجين اللي هما ال 250 مليانين ضغطهم زي ما انت شفتي. اعملهم بالمضرب الكهربائي او اليدوي على حسب المتوفر عندك، واحط عليهم السكر البودر لحد ما يبقى لونهم كريمي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبدا انزل بالبيض بقى مش كله مره واحده، عشان ما تلاقيش الدنيا بقت ميه معاكي، يعني ميه. هننزل بيضه بيضه، البيضه الاول تختفي، اقوم نازله بالبيضايه التانية والتالتة وهكذا لحد ما اعمل ال4 بيضات. بعد كده هقوم نازله بال4 اكياس من الفانيليا، وما تقلليش الفانيليا لانها بتفرق جدا. هنزل بالمعلقه ونص الحليب البودر، وهنزل بالجوز الهند، وابدا ان انا اخفق بالمضرب الكهربائي او اليدوي كويس جدا. خلاص بقى هبدا هنا اشيل المضرب الكهربائي خلاص او المضرب اليدوي، مهمته خلصت. نبدا ننزل بال5 كوبايات من الدقيق ونخلاهم، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. وابداي قلبي بقى العجينه كده بالمعلقه او الاسباتيولا، ولازم تنزلي بعد كده بايدك. تمام، هتعجنيها بايدك. انا عايزه بس اعجن لحد ما اخلي مكونات الدقيق يختفي مع الزبدة والسكر، وخلاص كده هتلاقي الايد اللي فيها العجين ملزقة، لكن ايدك التانية لما تحطيها ما بتلزقش. حتى لو لزقت هتبقى سنة خفيفة جدا جدا. لكن بصي زي ما هي كده، عجينة لينة طرية خطيرة في الايد. العجينة دي بقى بندخلها التلاجة ترتاح 5 دقايق. وابدأ هنا اجهز الكيس الحلواني بتاعي. لازم القماش، جبت الاكياس اللي هي البلاستيك هتقعد تتفرقع معاكي ومش هتشتغل. لازم الكيس الحلواني القماش. وهاتي البلبله بتاعه البسكوت، انا بستخدم اللي هي الصغيره. وتعالي بقى هنجيب كده، خدنا شويه من العجينه ونحط الباقي نرجعه في التلاجة تاني، لان الجو اليومين دول حر. تمام، فهترجعي العجينه بتاعتك في التلاجة. هنبدا بقى نمسك الكيس الحلواني. بقول لك هنا ان انت بتبداي تضغطي من ايدك اللي من تحت مش اللي فوق، علشان ايدك ما تتعبكيش واعصابك ما تتعبكيش. هتضغطي من الايد اللي تحت. خلاص اعملي كده السيجان، لا بدهن السيجان ولا بعمل فيها اي حاجه. هنسوي ازاي يا شيماء؟ هنحط الشبكه بتاعتنا على الرف اللي فوق الوسطاني على درجه حراره هاديه. تمام، درجة حرارة هادية، يعني حوالي درجة حرارة 100، قولي 160 أو حاجة. يعني بصي لدرجة حرارة وسط لهادية، ما تعلاش عن الوسط. تمام، بس أهم حاجة الشبكة بتاعتك على الرف اللي فوق الوسطاني. وابدأي خلصي بقى. هنعمل صاجين صاجين على حسب الفرن بتاعك، هياخد صاجين أو هياخد صاج. المهم تعملي الصاج يخش الفرن والعجينة في التلاجة، علشان ما تلاقيش البسكوت بتاعك ساح معاكي في الفرن والرسمة طارت وتقولي هو ليه عمل معايا كده. تمام، خلاص انا بعمل صاجين هدخلهم. عملت الصاج الاولاني دخلته الفرن، وبعمل التاني ادخله التاني في الفرن. وبعد كده خلاص ابدا ان انا اطلعه بعد ما يشوفي بالشكل ده. بيقعد 25 دقيقة في الفرن، وكل واحد على حسب الفرن بتاعه. انت اول ما تلاقيه خد اللون الحلو الجميل الخطير اللي انت شايفاه ده، ما بفتحلوش شواية ولا اي حاجة. عشان كده بقولك حطيه على الرف اللي فوق الوسطاني، هو هيستوي وياخد لون حلو وكل حاجة لوحده على درجة حرارة وسط أو هادية. خلاص كده، أتمنى الفيديو عجبكم. لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله مع الجمال والحلاوة دي، وأقول لكم سلام.